Alim Doukal, Alim Doukal, الزول في لون ما يتلام. السلام عليكم، بونجور توت يا توس. دايما حطيت منشور في فيسبوك حول كلمة موسك بالإنجليزية اللي معناتها المسجد ولا الجامع، وقلت باللي أصلها ما جاش من كلمة مسجد بالعربية، وإنما جاء من كلمة تمسجيدة الأمازيغية. وأعطيت الأدلة يعني حول ذلك. مع الأسف الشديد كاين ناس بزاف اللي استفادت من الموضوع، وبطبيعة الحال الناس اللي ما تقراش وتمشي غير بالعاطفة هاجوا قال لك كيفاش وهذا تحريف وهذا تزوير وكذا من هي امورات. الكثير اصلا ما فهموش المنشور، يحسبوني قلت باللي كلمة مسجد جات من كلمة تمسجيدة، وهذا خطأ. لا، احنا قلنا الكلمة الإنجليزية موسك هي اللي جات من الفرنسية موسكي، من الإيطالية والإسبانية موسكيتا، واللي هي من الأمازيغية تمسكيدة. وهاوليكم هذا بحسب اللهجة تاعو مصري، ما هو أمازيغي، ما عنده تعصب للأمازيغية. يعطيكم الحقائق، وبالدليل على الدراسة اللي دارها أحمد الجلاد اللي هو ثاني أردني، ما هو أمازيغي مولو. تبعوا الفيديو، نتمنى تستفادوا منه. وكاين ناس اللي لعود بالك عن طريق الفيديو هذا تبرد شوية الفرفارة نتاعهم وصحيتو. مسجد اسمه موسك بالانجليزي. موسك جت من الفرنسية موسكي، اللي جت من الإيطالية موسكيا، اللي جت من الإسبانية مسكيتا، اللي جت من العربي مسجد. لكن كان دايما في تساؤل، ليه في الاخر، وليه ما حطوش الالف واللام زي ما متعودين ياخدوا كلمات من العربي زي الجودون، المواده. سنة 2017 العالم الأردني الأمريكي أحمد الجلاد، وهو متخصص في تاريخ اللغة العربية، نشر مقال عن النقحرة اللي عملوها اليونانيين البيزنطيين للكلمات العربية في القرن الأول الهجري. وفي جزء اتكلم فيه عن كلمة مسجد. من خلال فحص البرديات لقى ان اليونانيين البيزنطيين كانوا بيكتبوها مسجدة، ولقى كمان ان الانباط كانوا بيسموه مسجدة. فاقترح ان اليونانيين نقلوها من اللهجة الارامية النبطية مش من العربي مباشرة. وغالبا الكلمة دي راحت للغات الامازيغية القديمة تمسجدة، فغالبا مسكيتا الاسبانية متاخدة من الامازيغية مش من العربي مباشرة، ويجعل كلامنا خفيف.